طبعا بخصوص نداء السيد عبد الله أوجلان خلال هذه المرحلة السياسية الحساسة اللي عم تمر فيها منطقة شمال وشرق سوريا وسوريا بالأكمل والشرق الأوسط، اجت بمرحلة حاسمة وحساسة. طبعا هذا النداء اللي ألقى فيه بعد غياب 26 سنة على ظهور السيد عبد الله أوجلان، وألقاه هذا البيان مصور، عطى أمل للشعب الكردي. وبعد نضال كفاح نضالي للحركة الكردستانية بعد 40 سنة وإلقاء السلاح، هذا أمر كتير مهم وانتقال سياسي بالنسبة لهم. طبعا خلال هاي المرحلة اللي قام فيها سيد عبد الله أوجلان بإلقاء النداء، طبعا أرسل رسالة سلام ومحبة للشعب الكردي ولجميع الشعوب، وبين نية السلام اللي هو كان راسمها من أيام بداية حركة العمال الكردستاني وبداية قضية الشعب الكردي. طبعا هذا النداء بنقدم له كتير احترام وكتير تقدير، كونه سيد عبد الله أوجلان نحن على علم بفكره وفلسفته الحرة والديمقراطية ونداء السلام لجميع الشعوب. لكن بعد إلقاء هذا النداء وتطبيق الحركة الكردستانية لهذا النداء وإلقاء السلاح بعد مرور 40 سنة من هذا الحراك وهذا النضال الثوري، عم نشوف عوائق من قبل الدولة التركية بعدم الاستجابة لهذا النداء. طبعا نحن بنتمنى أنه يكون اعتراف قوي من قبل الدولة التركية بقضية الشعب الكردي، دبلوماسيا، برلمانيا، قضائيا، يكون لهم حق بجميع المناطق إذا كان في سوريا ولا بتركيا بجميع أنحاء العالم، ويكون طبعا سيد عبد الله أوجلان موجود بين الشعب الكردي بين شعبه، ويكون هذا النداء يطبق لحتى يقدر المسار السياسي يمشي بشكل أصح ويكون نداء السلام واصل للكل. طبعا نحن بنعرف عز المعرفة، نحن بمناطق شمال شرق سوريا نعرف عز المعرفة فكر سيد عبد الله أوجلان. طبعا خلال فترته الاعتقالية اللي طالت 26-27 سنة حاليا، بعت كثير من الكتب والفلسفات، ونداءه حتى كان نداءه فقط مو بس لحرية الشعب الكردي وقضية الشعب الكردي، كون قضية الشعب الكردي هي قضية حساسة خاصة من ناحية الدولة التركية. طبعا وهذا الكر اللي تقدم الدولة التركية للشعب الكردي ومخاوف على هذا الشيء. لكن خلال المسار السياسي له، خلال إرساله لهذه الرسالات، رأينا عمق هذا الفكر السياسي وعمق الحرية، ونحن بنعرف أنه هو من بداية الحراك السياسي له هو كان من أول الناس اللي بينادي بالسلام والحرية، وهذا الشيء طبق خلال رغم كل المواقف اللي صارت، رغم كل الاعتقالات اللي صارت بحق الحقوقيين كرد، بحق سياسيين كرد، بحق الشعب الكردي. والشعب الكردي هلا عم نشوف بمرحلة نضالية عم يناضل لحتى ياخذ حقوقه بالدولة السورية الجديدة. هذا النداء إن شاء الله طبعا بنتمنى أنه يطبق بشكل رسمي ويكون أنه انفراجات سياسية له. بنشوف القائد عبد الله أوجلان بين شعبه، وهذا الأمر طبعا له تأثير كامل ليس بس على الشعب الكردي بل على جميع الشعوب في المنطقة، وله تأثير حتى على مستوى الشرق الأوسط، لأنه هي الأمور لما بدها تنحل بين حراك سياسي وينتقل الحراك من الكفاح إلى السياسة، هون رح يكون حتى في تأثير على الدولة التركية، يكون في انفتاح بموضوع القضية الكردية التركية، ويكون هناك أمور فيها تنحل واعتراف للشعب الكردي بعد نضال عام يعني دام أعوام كثيرة وطويلة ونداءات. عم نشوف الشعب الكردي رغم كل العوائق اللي صارت لهلا عم ينادي بحرية القائد عبد الله أوجلان، وعم ينادوا على أمل أنه يوم من الأيام يروا بيناتهم وبيشوفوا هذا الأمر يطبق على الواقع، ويكون هناك مسار سياسي واضح يضمن حقوقهم كشعب كردي ويأمن حقوق الشعب الثاني، ويكون في هناك سلام. طبعا عم نشوف انه النداء اللي له خلال هاي المسيرات السياسية ابدا ما نادى بنداء بحمام دم او لا، طبعا بالعكس كان هو ضد اي حراك إرهابي أو ضد أي حراك همجي. دائما كان توجهه بالحوار، بالنقاشات، بالانفتاح السياسي، بالحوارات السياسية. هذا الأمر اللي خلى لهلا الشعب الكردي يمشي على هذا المسار، وحتى صاروا أمثال لباقي الشعوب لحتى تمشي على نفس الخطى. طبعا هاي الفلسفات العظيمة عم نشوفها نادرة عن بعض القياديين والسياسيين أو الحراك السياسيين.
هذا النداء اللي خلق له تأثير بشكل عام على المنطقة وعلى العالم. أنا باسمي وباسم الشعب الأرمني طبعا بنتمنى أنه يكون هناك تطبيق لنداء السيد عبد الله أوجلان، ويكون هناك رسم تاريخي يعم السلام للشعب الكردي ولجميع الشعوب، وبأن نرى بعد غياب للسيد عبد الله أوجلان طويل نراه بصحة جيدة أول شيء، وثاني شيء نتمنى أنه بيكون بين شعبه وهذا الأمر يمشي بأسلوب سياسي مثل ما قال، بأسلوب السلام، بأسلوب الحوار، بالديمقراطية طبعا من قبل الشعب الكردي، والحراكات السياسية الثورية للشعب الكردي عم تمشي بموضوع السلام. ونتمنى أنه الدولة التركية تطبق هذا الشيء وتأخذ النداء بشكل جدي، وتطلق سراح المعتقلين السياسيين الكرد اللي عنده، وتطلق سراح السيد عبد الله أوجلان لحتى الموضوع ينحل، لأنه ما في موضوع ينحل بدون حوار وبدون سلام. ونتمنى يا رب يعم الخير على الشعب الكردي والشعب السوري، وأنه يشوفوا قائدهم بيناتهم.